أقول لكم على أهم معلومات هتعرفوها عن ليلة القدر، هتعرفوها ولأول مرة في حياتكم. عايزكم تنسوا كل اللي انتوا تعرفوه عن ليلة القدر عشان تعرفوا تستوعبوا الكلام كويس. ليلة القدر بنبدأ نشوفها من بداية من ليلة النصف من شعبان. بنبدأ نعد 40 ليلة هي اللي بتهيأ فيهم الإنسان استعدادا لتلقي الروح في ليلة القدر، فهنوصل لليلة 25 رمضان. من ليلة 25 رمضان بناخد كل الليالي معانا تحسبا لدخول الشهر غلط، وهي بيبقى فيهم ليلة القدر. ليلة القدر في الأساس هي ليلة 29 رمضان، دي الليلة الأساسية، وأحيانا بتبقى آخر ليلة وأحيانا أقل بتبقى ليلة 27، وذلك لأن الإنسان بيولد في التاسع، وليلة القدر هي ليلة ميلاد الإنسان لأن هي اللي بينزل فيها الروح. فليلة 29 هي الأساس وهي اللي بتولد فيها الإنسان، وأحيانا بتولد في السابع، ولذلك شهر رمضان هو الشهر التاسع وهو الشهر اللي نزل فيه الروح. ليلة القدر بيكون فيها العبد مطلوب مش طالب، يعني الليلة ما بتتوقفش أبدا على العبادات اللي انت بتعملها، الليلة بتتوقف على تلقيك من الحاجات اللي بتنزل من الروح. يعني ممكن واحد ما يعملش أي عبادات ثم جئت على قدر يا موسى، وممكن واحد تاني يقيم الليل كله ولا يدرك ليلة القدر. ليلة القدر مش بالمزاج، مش بمزاجنا احنا ولا بعبادتنا احنا، ليلة القدر باختيار الله سبحانه وتعالى، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده بالاصطفاء، هو اللي بيصطفي من عباده اللي يلقي عليه الروح. ولذلك في الأغلب ليلة القدر أصلا بتكون مفاجئة سواء للأنبياء أو للعلماء أو للأولياء أو لعباد الله المخلصين، بتكون مفاجأة ليهم، مش بيكونوا مستعدين ليها. ولذلك ما ينفعش نيجي نقول ايه عبادات ليلة القدر ب 82 سنة والكلام اللي احنا الغريب اللي احنا بنسمعه ده، مفيش حاجة اسمها كده أصلا. ليلة القدر تعتمد على قدر الحكمة اللي انت بتتلقاه من الروح فيها يفرق، وفي قراءة تانية يفرق كل أمر حكيم. ولذلك ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ولذلك ليلة القدر خير من 1000 شهر بسبب الحكمة اللي انت بتتلقاها من الروح في ليلة القدر. ليلة القدر ليست للنساء. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما نفخ الروح نفخ في آدم عليه السلام، ولما علم الأسماء كلها علمها لآدم عليه السلام، ولما ألقى الروح من أمره ألقاها على الأنبياء الرجال الذكور منهم فقط عليهم جميعا الصلاة والسلام، لم يلقى الروح على المرأة أبدا. ولذلك النساء ليست لها ليلة القدر، ولذلك ما فيش أنبياء نساء أبدا. وأعلى مرتبة وصلت ليها المرأة هي مرتبة الصديقية للسيدة مريم العذراء أم عيسى عليه السلام. برضه هقول تاني زي ما قلت قبل كده، مفيش حاجة اسمها دعاء ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني أو عنا، ده خاص بالسيدة عائشة، وما ينفعش يكون ليلة بالأهمية دي والرسول يقول الدعاء ده بينه وبين السيدة عائشة. ولذلك الصحابة ما كانتش بتقول الدعاء ده ولا التابعين نعرف إن هم قالوا الدعاء، ولكن أنت عايز تقوله قوله مفيش مشكلة، بس أنا عايزك تبقى فاهم مضمون ليلة القدر: العفو، المغفرة، استجابة الدعاء، القرب من الله سبحانه وتعالى. لو انت وقفت الحاجات دي على ليلة القدر يبقى انت اصلا ما تعرفش ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قريب منك في جميع الاوقات. في اوقات يكون فيها استجابة الدعاء اقرب، ولكن ما توقفش الحاجات دي على الميقات او على ليلة القدر. العفو ممكن ربنا يعفو عنك في اي وقت في العشر الاواخر، ممكن يستجيب لك في اي وقت، ممكن يغفر لك في اي وقت. عايزك تعرف ربنا كويس عشان تعرف تقرب منه كويس. فدي بعض النقط المهمة عن ليلة القدر. طب انت لو عايز تجتهد لعل وعسى تكون من المصطفين لليلة القدر، اهم حاجة تعملها في الليلة انك تخلع نعليك. فاخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى. اخلع كل ما يربطك عن الارض وكل ما يربطك بالارض في ليلة القدر.
لو انت عرفت تعمل كده في الليلة دي لعل وعسى تكون من المصطفين، تقطع كل ما يربطك في الحياة الدنيا وتطلب الله فقط. هو ده اللي انت تقدر تعمله في ليلة القدر. ملهاش دعوة بكثرة الصلاة، كثرة الذكر، طبعا الحاجات دي مطلوبة، ولكن انت كحال وكفكر لو عرفت تعمل اللي انا بقوله لك ممكن تبقى من المصطفين في ليلة القدر. لو عايز تعرف معلومات اكتر في فيديو كامل عامله على اليوتيوب عن علامات الفوز بليلة القدر، تعرف ازاي انت فزت بليلة القدر. اللهم بلغنا وإياكم ليلة القدر.